لما كان بيكون عليا حاجات لازم أخلصها سواء شغلي أو دراسة أو غيره، كنت بكون عايز أبدأ وأتحرك بس مش عارف، وكأني في حاجة منعاني، وأفضل أضيع في الوقت لحد ما أدرك وآخري إن كان في حاجة لازم أخلصها بس مخلصتهاش، وزنقت نفسي. قعدت مع نفسي وحاولت أفهم ليه بيحصل كده وإيه الحل. دماغ الإنسان بتدور على الحاجات اللي ترفع من مستويات الدوبامين والسعادة السريعة، زي إنك تسيب المذاكرة اللي مش بتديك دوبامين سريع وتدور على الحاجات اللي هتديك أو تصنع لك الدوبامين السريع، زي إنك مثلا تمسك الموبايل، يعني تسيب المذاكرة وتروح تمسك الموبايل أو تلعب بلاي ستيشن أو تطلع مع أصحابك. لما تاخد قرار إنك مش هتخلص اللي عليك بسبب إنه مش بيبسطك أو بيبسطك على المدى البعيد، وتشوف مكانه حاجة تاني تبسطك بسرعة، فده المفروض بيحصل بشكل لا إرادي بسبب إن دماغ الإنسان بتدور على المتعة الفورية أو السعادة الفورية. بعد ما فهمت ليه مشكلة التسويف بتحصل، أدركت فعليا إني في مشكلة صعب إني أطلع منها، لأني فعليا اكتشفت إني محتاج أحارب دماغي وأفكاري. بس لما دورت ووصلت لحلول المشكلة دي، لقيت نفسي اتغيرت وما بقيتش أضيع وقت زي الأول. حل رقم 1: ارمي نفسك. فعليا ده كان من أهم الأسباب اللي بتساعد على حل المشكلة دي. إحنا محتاجين نرمي نفسنا بدون تفكير. حاول ترمي نفسك بدون تفكير أو ما تسيبش نفسك للتفكير لما تقرر تعمل حاجة. أول ما تكون عايز تخلص حاجة ارمي نفسك فيها على طول بدون تفكير، سواء كان إنك عايز تذاكر أو هتروح جيم أو حتى شغل أو هتخلص أي حاجة عموما عليك. حاول إنك تبدأ بدون تفكير، وده لأن أهم خطوة هي أول خطوة. فمجرد ما تبدأ وتدخل أو ترمي نفسك في الموضوع على طول، هتلاقي نفسك بدأت تدخل في المود. حل رقم 2 وهو الملل. طبيعي جدا لما نكون بنعمل حاجة مش هتدينا دوبامين سريع، هنحس أثناء ما بنعملها بالملل، فنبدأ نلجأ للمشتتات زي الموبايل أو غيره علشان نحارب الملل اللي احنا فيه. بس في الواقع احنا بنرمي نفسنا في دوامة التسويف، ونيجي في الآخر نكتشف إننا ضيعنا وقت كبير جدا على المشتتات دي، مخلصناش حاجة والمحصلة صفر، فنبدأ نزود أكتر في التسويف وتضييع الوقت، وكأنك دخلت في دوامة فعليا بتضيع وقت. فالحل هنا إنك تحاول تحارب الملل وما تهربش منه للمشتتات. حل رقم 3: المكافأة والعقاب. لما يكون عندنا حاجة لازم نبدأ فيها ونخلصها بس إحنا أساسا مكسلين نبدأ، فهنا لازم نوعد نفسنا بمكافأة هنكافئها لنفسنا لما نبدأ ونخلص اللي علينا. بس لو ما بدأناش ومخلصناش اللي علينا، فهنا لازم تعاقب نفسك. لازم تعاقب نفسك على إنك ما بدأتش أو ما عملتش أو حتى ما خلصتش. زي إني لو خلصت اللي عليا هكافئ نفسي وأطلع مع أصحابي النهاردة، حتى لما أطلع معاهم فعليا ضميري من جوا يكون مرتاح وراضي عني النهاردة، لأن الفكرة دي بتشتغل كمحفز يخليك تخلص اللي عليك، لأنه بيصنع لك دوبامين سريع، وهي السعادة اللي هتحس بيها لما تخلص اللي عليك وتكافئ نفسك. حل رقم 4: قسم اللي عليك. لما تيجي تبدأ في حاجة كبيرة ولازم تخلصها كلها، طبيعي إنها تحس إن الموضوع صعب وهتكسل تعملها، فلازم تقسم اللي عليك علشان ما تستصعبش الموضوع وتحس إن الجزء اللي عليك النهاردة قليل أو سهل، فالموضوع يبقى سلس أكتر وما نكسلش في الكميات الكبيرة لأن طبيعي جدا إنك لما تكون عليك كمية كبيرة أكيد هتكسل، أو الواحد مش هيكون ليه نفس يبدأ فيها أساسا، فبالتالي لازم تقسم اللي عليك. حل رقم 5: تحديد الأهداف والأولويات. ما ينفعش تسيب يومك ماشي وعايم من غير ما تكون عارف ومحدد إيه هي أهدافك وأولوياتك النهاردة. هل الأولوية النهاردة للمذاكرة ولا للطلوع مع أصحابي؟ هل الأولوية لإني أبدأ أخلص اللي عليا النهاردة ولا أمسك الموبايل وأضيع في الوقت؟ رغم إنك ممكن تفتكر الموضوع حاجة عادية ومش مستاهلة تفكير، ولكن عدم تحديد الأهداف والأولويات فعليا بيضيع اليوم، وتيجي في آخر اليوم وتدرك إنك مخلصتش اللي عليك وإن اليوم مكانش ليه أي لازمة. فأنت لازم تكون محدد من بداية اليوم إيه الأهم وإيه اللي المفروض هتخلصه الأول وترمي نفسك عليه. نظم وخطط يومك. لازم تكون مخطط يومك وعارف هيبدأ إزاي وهيبدأ منين، ومن هنا هتبدأ تعرف تحدد أهدافك وأولوياتك. فأنت المفروض تكون عارف إيه أول حاجة المفروض هتنجزها النهاردة، إمتى هتبدأ فيها وإمتى هتخلصها، وإيه الحاجة اللي هتبدأ فيها بعد ما تخلصها. كل دي المفروض أولوياتك اللي أنت حددتها. مجرد بس ما تنظم يومك هتكون مدرك لكل لحظة بتضيع وبتحاول تستغلها علشان تخلص اللي عليك. فقبل ما تنام رتب اليوم بتاع بكرة علشان لما تصحى مفيش وقت يضيع منك، وبرضه ما تملاش يومك كله،
قدر لشغلك أو دراستك، وقدر لنفسك، وقدر لأهلك أو صحابك. حاول بقدر الإمكان ما تسيبش نفسك للتسويف، علشان كل ما تسيب نفسك كل ما المشكلة تكبر، ودايرة ملهاش آخر. ده غير إنك بتراكم على نفسك شغلك أو دراستك أكتر وأكتر، والضحية الوحيدة في القصة دي هي نفسيتك، لأنك مجرد ما بتدرك إنك في دوامة تسويف عمال بتوسع، ساعتها هتتضايق. بص، هو التسويف مش مشكلة وفترة وهتعدي، لأ، دي مشكلة قرار، لأن أول خطوة صغيرة بتاخدها النهاردة هي أهم من 1000 خطوة بتأجلها بعدين. حاول متستناش اللحظات المثالية، وعادي ممكن تبدأ وأنت متجهز. الفرق ما بين اللي حلمه اتحقق واللي فضل يحلم هو قرار اتخذ صح في الوقت الصح. فحاول ما تأخرش قرارك، علشان دي مشكلة ملهاش آخر. وشكرا إنك وصلت اللحظة دي. يا ريت تحاول تدرك وتحل المشكلة اللي انت فيها قبل ما تكبر، وما تنسانش من لايك والاشتراك. كان معك محمد. سلام.